لو قلتلك إن يوم واحد قادر يغير حياتك كلها، هتصدقني؟ اليوم ده هو يوم عرفة، أعظم أيام الله. وأنا صغيرة ما كنتش بحس بقيمة اليوم العظيم ده. كان بالنسبة لي هو يوم وقفة العيد. ما كنتش أعرف أهميته وعظمته. زينة ولبس ودوشة، تفاصيل كتير، بس كلها بعيدة عن عظمة اليوم وجماله. لكن لما كبرت شوية فهمت وعرفت إنه أعظم أيام السنة هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأهمهم وأجملهم وأعظمهم قدرا عند ربنا هو يوم عرفة. اليوم اللي بيتنزل فيه رب العباد للسماء الدنيا، بينظر إلى عباده المجتهدين في الطاعة، المقبلين عليه، اللي كلهم أمل وطمع في رحمته وفي مغفرته. كل واحد فيهم فاتح قلبه وبيدعي باللي بيتمناه، طمعان في كرم ربنا إنه يغير دنيته للأحلى ويحقق له أمنياته. خلي قلبك يحس بأنوار يوم عرفة، بعظمة اليوم ده. ما تخليش أي حاجة في الدنيا تشغلك إنك تقف بين إيدين ربنا في اليوم ده وتكون مقبل عليه في العبادة وفي الدعاء. اليوم ده هو يوم الأحلام، يوم الأمنيات، زي ما بحب دايما أسميه. جمع كل أمنياتك وأحلامك اللي قلبك بيتمناها وادعي بيها ربنا، دعوة تطلع من قلبك بصدق وانت مقبل على ربنا ومحسن الظن بيه، كفيلة تخلي حياتك كلها تتغير للأبد. ربنا بيقولك اطلب وتمنى وادعي باللي نفسك فيه وأنا هستجيب. في أحلى من كده؟ انت ليه لسه شاكك لحد دلوقت انك هتنول مرادك وان ربنا هيستجيب لك؟ اوعى تطلب من ربنا وانت شاكك انه هيستجيب. خليك فاكر دايما انك بتطلب من ملك الملوك اللي خلق الكون ده كله بكلمة كن فيكون. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. خلي عندك يقين في الله وأحسن الظن بربك. أمانيك هتتحقق بحسن ظنك بالله. ما تخليش الشيطان يضيع عليك اليوم الجميل ده ويضيع منك فرصتك في تغيير قدرك. اوعى تدعي وانت شاكك. ما تقولش انا مستاهلش الحاجة الحلوة دي تحصل لي، انا ذنوبي كتيرة واللي بطلبه ده كتير عليا. اوعى تعمل كده. ربنا ارحم بيك من امك وابوك، بيحبك وعايزك بس تطلب منه وهو يحقق لك اللي نفسك فيه واللي احسن منه كمان. وهيختار لك الوقت المناسب عشان ينفذ لك طلبك، عشان تقدر تستقبل النعمة الجميلة دي وانت في احسن حال. والاجمل من كده انك تقدر تحافظ عليها. خليك فاكر دايما انك اغلى مخلوق في الدنيا وانك احب مخلوقات الله اليه. يباهي الملائكة بحبك وبعبادتك ليه، لانك تملك الاختيار والارادة، ومع ذلك اخترت تعبده بارادتك واخترت تقرب منه وتحبه وتقوم من عز نومك عشان تقف بين ايديه. يا ريتك بس تعرف هو بيحبك قد ايه. كنت سبت كل حاجة شغلك عنه ووقفت بين ايديه، ولسانك وقلبك بقى مشغول بذكره
حبا فيه وتعلقا برحمته. اوعى تفضل في الضلمة، خليك في الركن المنور، ركن العبادة والمحبة. خلي قلبك يحس بأنوار يوم عرفة، ويقتبس من هذا النور ما ينير به قلبه وروحه. ساعتها هتعرف المعنى الحقيقي لمتعة العبادة والأنس بالله، وانت اللي هتجري عليه وتحب تقف بين ايديه. وقلبك وعقلك ولسانك هيكونوا مشغولين بذكره. ما هو حبيبك اللي عمره ما سابك ولا عمره في يوم هيسيبك. عظم شعائر ربنا وخليها أساس دنيتك، وساعتها حياتك هتكون أحلى.